انا اسمي احمد محمد صلاح الدين السقا. عظيم. وانا اسمي رمزي محمود بيومي ابو سعود. لقى البيضه فوق، خدوا بالشلاليت من فوق باب الجنينه. صالح سليم ابن الدكتور سليم اللي هو كان بتاع مخدرات بالتخدير. فقال له هات اتجوز. انا قاعد معاك هنا لغايه ما بالليله صح. كابريولي ريو. بص الصوره دي يا استاذ حضرتك والاستاذه صباح تركب موتوسيكلا وراء احمد رمزي في لقطه عن قصه شمس التي اخرجها الله يرحمه بركات. وهي زي القمر. هي كقمر وما زالت قمر. ايه ده؟ ده ما اعتقدش الخبر ده حقيقي. ما اعرفش. يوسف شاهين استولى على شقتي وطردني منها؟ ايوه. لا والله. ضيع حالي. شقه امي ضيعها، انا كنت مديها له بلاش، ما هو مش لاقي ياكل. راجع من بيروت وجالي بيعيط في البيت، بيقول لي مراتي جايه بكره ومش عارف اعمل فيها ايه. قلت له بعمل لك ايه؟ قال لي ما انت عندك الشقه كان فيها صالح فوزي الله يرحمه. مساعد مخرج رحمه الله عليه. حبيبي كان. فما عدوى. فقلت له دي فيها صالح. فقال لي طب، قلت له لا انا ما اقدرش اكلم صالح. انت لو عايز روح اقنعه وخده وحطه في حته ينبسط، وهو يطلبني يقول لي انه مبسوط. إيه لو عملت كده ممكن تاخد شقه. فعمل كده. وكلمني صالح قال لي انا اوكي تمام. بسطني الاستاذ. قلت له طيب. يعني حضرتك كنت مدي شقه للاستاذ يوسف شاهين لانقاذ موقف يعني. انقاذه هو. واديتها له ومشيت. انا رحت خالتي كانت معايا لندن. ورحت اورث. دي الفتره اللي هي 67 68 ايوه 69. 3 سنين. فهو قعد فيها بقى واستوطن. وبعدين مراته فرنساويه قالت في ابو ظبي، فلعبت في مخه. ما هو مش محتاج يعني حد يلعب له في مخه. وقالت له اتفقوا يروحوا لصاحب البيت عشان يحطوا العقد باسمه. شقه حلوه هي ست. ده شقه الايجار القديم اللي في الزمالك. 10 جنيه. واو. ست. بس فراحوا لصاحب البيت، قال لهم انتوا مين؟ قال له انا يوسف شاهين. قال له ساكن فين؟ قال له عند احمد رمزي. يبقى احمد رمزي اجر شقه من غير ما يقول لي. ما هو كده. فراح طردنا احنا الاثنين، رفع قضيه وطردنا احنا. لا والله العظيم. وراحت الشقه. طب ما يمكن كان عشم يا استاذ رمزي. عشم ايه ده؟ ده عشم. سافرت وانت صغير يا استاذ رمزي؟ يعني وانت طفل هل الوالد كان بيصطحب الاسره ويسافروا؟ اول مره سافرت تفتكر؟ امي. اول مره خرجت بره مصر كانت امتى؟ سنه 37. رحت فين بقى؟ انجلترا. رحت بطياره ولا بمركب؟ بمركب طبعا. كانش في بقى ايام لا كان في ايام انا ما باخدش طيارات، ما بحبش طيارات. وكانت اول مره تخرج بره مصر وكانت انجلترا. ذكرياتك ايه عنها دي اول مره تسافر اصلا؟ امي خدتني في داربي وسلمتني ناني هارت كاسل اللي كانت الداده بتاعتي وانا صغير. اتجوزت وقاعده في داربي لانه جوزها كان بيشتغل في رولز رويس، فكان جنب المصنع. فخدتني وسلمتني لناني مش فاضيه لي بقى. راح تشوف حالها. وانا بقى قعدت مع عندنا، فعملت لنفسي في داربي جانج، عصابه. عملت صداقات هناك؟ الا يعني كانوا 14 وانا عندي 7 سنين. واو. وانا الرئيس بتاعهم. وتاني سنه بعديها بسنه 38 استنوني عشان اجي، يعني كانوا بيستنوني. والله العظيم. والله كنا عفاريت. وانا كنت بوظف بقى الاتاك. الشقاوه هتحصل ازاي؟ كان نوع الشقاوه يا استاذ رمزي؟ سرقه التفاح. من شجر. مره كان في شجره تفاح منزله تفاح عظيم. ودخلنا واذا بحته طور عدوك. طور انسان ولا طور؟ بل.
ولقينا بيجروا، خدنا نطينا من فوق سور على الاقل 2 متر، يا صدقني. نهار ابيض. طرنا. يا روح ما بعدك روح. ما وراك طور تنط اي حاجه. وراك طور وقدامك طور. واستمرت العصابه دي قد ايه يا استاذ؟ يعني فضلت يعني سنتين، بعد كده قامت الحرب، ما انا بطلوني. ما بقتش تسافر. ما بقتش 39 قامت الحرب. سنه 38 بقى كان انبساط ناوي، لانه ادونا ماسكات غاز. ماسكات غاز. فرقوه علينا. كان ببلاش، بيفرقوه على الناس للحمايه يعني، للحمايه من الغازات السامه. من الغازات السامه. بتاع كده بتلبسها ويبقى ببوز كده. كان لذيذ. دي كانت لعبه طبعا. اكيد كانت لعبه. هو اللي عملناه فيه. عملت ايه بماسكات الغاز؟ احكي لي. انا حاسس ان انت عملت مصيبه يا استاذ رمزي. انا عاجبني الانوار دي يعني. الشمع والحاجات دي. حاجه فل خالص. ما هو ده حضرتك نورك يطغى على انوار الشموع. الله يسترك. والله العظيم وحياه ربنا. طب انا هسال حضرتك سؤال. سمعت كده بمناسبه الانوار والميه ان حضرتك مثلت منتخب مصر في الووتر يعني في كره الماء. مظبوط. احنا ازاي ما نعرفش الحاجات دي؟ انا عايز اعرف حضرتك ازاي ما حدش يعرف عنك الحاجات دي. والله مش عارف. مثلت منتخب مصر سنه 47 منتخب مصر الثاني. ناشئين. لا اقل من 17 سنه. ناشئين اللي هو تحت 17 سنه. وسافرت بيروت. سافرنا بيروت وغلبناهم التايمينج مش نص ونص. 4 فاول ربع حطينا 14 جول. اللهم صل على النبي. فجالنا اليكس فرينسكي اللي كان ممرن بتاعنا. كان المدرب بتاعكم محترف من بره. هو المدرب بتاع الكل، بتاع اول تيم، واحنا كمان مدير فني للتيم زي. ايوه كان مجري، كان هايل. ده بيست. وجاء لنا مفيش تسجيل بعد كده. الرحمه حلو. فبقينا ناخد الكوره ونرميها بره. وكان مركز حضرتك ايه؟ كنت فورورد يعني مهاجم. بس التيم الاولاني بتاعنا اياميها كان مفيش حد في العالم يغلبنا ايامها خالص. يعني احنا كنا بيوم من الايام متفوقين في كرة الماء في كل حاجة بيني وبينك، بس في الماء برضو نمرة 1 في العالم. كان في عويمة فظاعة، كان في تيمين في العالم يتكلموا معانا اللي هم المجر وايطاليا بس وما يغلبوناش، يتكلموا معانا، يقاوحوا يعني كده شوية. بقول لك دايما اوعى تتخانق مع لعيب كوره من لعيب كوره ميه. انا اول مره اعرف المعلومه دي في حياتي. طب مين اللي كانت بتندهلك يا رمزي؟ بام بوم بام. الله، احكي لي بقى. انا اول مره اعرف المعلومه دي في حياتي. معلومه ان حضرتك لعيب كره ماء، ومعلومه ان احنا كان عندنا في يوم من الايام تيم في كره الماء يعني مصنف. طبعا. ده انا بقى اللي موتك من الضحك ايه، جولي في سنه من السنين عايزيني في كليه تجاره انزل العب ووتر بولو. قلت لهم انا بقالي سنتين ما لعبتش. انت الووتر بولو دي اتعب لعبه في العالم. هو يقول لك دايما اوعى تتخانق مع لعيب كوره من لعيب كوره ميه. يقول لك اوعى تتخانق معاه. ما انا اقول لك عشان تعوم على وش الميه مجهود طبعا. اشحال بقى عايز تتحرك وتلعب كوره وتروح وتيجي وتركز وتنشن. موت، تتعب. فانا نزلت الميه كنت هغرق يعني. بعد سنتين ما بطلت لقيت نفسي كنت هغرق. لعبت تايم 1 بصراحه. والله. وانت حضرتك بطلت قبل ما تمثل؟ قبل ما امثل. عملت بطلت حاجات كتير قبل ما امثل. طب مين اللي كانت بتندهلك يا رمزي وشافتك وانت طفل؟ دي ام كلثوم. الله، احكي لي بقى. لما شافتك وانت طفل بره مصر وقالت لك يا رمزي فانت عرفت؟ لا هي شافتني بعد ما كبرت. انا كنت ممثل. لا من الاول، انا بحكي لك من الاول. الاول بقى كنا بنروح. هي كانت تعرف امي، هي تعرفنا حاليا، تعرف ابويا. وكنا بنروح راس البر لان كان كل حاجه تانية بتتضرب. يعني بورسعيد بتتضرب، اسكندريه بتتضرب،
فالحته الوحيده اللي كانت يعني كويسه امان كانت راس البر. واصلها عشش، فيعني مين اللي هيضرب شويه عشش يعني. اللي هو العشه دلوقتي اللي بيقولوا عليها بانجلو. بنوها الاول كانت عشه في الصيف بس، شتاء تتشال الميه بتخش. ما كانش فيه راس البر في الشتاء. خبر ابيض. كانت غير موجوده. وبعد شويه تيجي الطيارات الالماني نسمعها، ما انا كنت اعرفهم، لهم صوت كده معين يعدوا تميزهم. اعرفهم عن يعدوا، ونبتدي بقى نشوف الصواريخ بام بوم بام، واحنا قاعدين نتفرج. يعني بتبقى قاعد في راس البر واتفرج الدنيا بتولع على الناحيه الثانيه، شايف بورسعيد بتضرب. يا خبر. ولا الافلام احلى من الافلام، بوم بيم حاجات. والسيده ام كلثوم كانت بتبقى موجوده في الحدث معانا. وكان بيجي لنا راجل اسمه كان باك في الاهلي اسمه حمدي كروان. حمدي كروان ده كان كان البنك بتاع الاهلي، وكان ام كلثوم تنبسط منه قوي، كان يغني لنا. كان صوته حلو. أجمل حكاية من عمري كله، قالك معايا أجمل حكاية من عمري كله، سنين بحلقها ما فات جمالها على حب قبله. ومرت الايام وانقطعت بعد وفاه الوالد الصله بام كلثوم الى ان قابلتك في بيروت. كنت حاضر انا كوكتيل ما اعرفش بتاع ايه. حاضر كوكتيل ما اعرفش بتاع ايه. ما وهي كانت موجوده، قالت لي اهلا يا رمزي. اللي يقول لي يا رمزي يبقى من البيت. لا يعرفني، اقصد يعرف. اغلب الناس بتقول لي احمد. قلت ازيك وحبيبي وبتاع. قلت ازيك وحبيبي وبتاع. البورصه دي ورانا. واحد عنده 9 سنين والتاني عنده 18. المرحله دي متهيألي شكلت في حضرتك كتير يا استاذ رمزي. كتير طبعا. كل اصحابي كانوا يعبدوها بما فيهم الشيعين. وفاه الوالد شكلت نقطه تحول خالص طبعا. مات مفلس. ما هوش ولا مليم في ليله. يعني ايه معهوش ولا مليم؟ يعني خسر 250,000 جنيه في ساعتين. 250,000 جنيه 250,000 جنيه اللي هم 250 مليون دلوقتي. 39 250,000 جنيه سنه 39 اللي هو دلوقتي انت. لا البورصه. لا احكي لي. البورصه دي ورانا. ايه اللي حصل؟ هو جاله هارت اتاك 3 وهو في العياده. ازاي؟ ومات. طب مات. وامي لقت نفسها بواحد عنده 9 سنين والتاني عنده 18. حضرتك كنت صغير جدا. انا كنت 9. وهو اخويا 18. وكان في مضاربات في البورصه وخسر. لما خلاص بقى اقصد يعني الوفاه كانت بسبب الخساره. ايوه طبعا. جاله 3 جلطات ورا بعض. بسبب 250,000 جنيه. خسر كل حاجه، هيواجه الدنيا. وبدات رحله كفاح للسيده هيلين او هدى بولدين. السيده الاسكتلنديه التي جاءت مع الدكتور الجراح التي عشقته واحبته الى جمهوريه مصر العربيه او المملكه المصريه. وكان كل الدكاتره الستات يفتكروها يعني من شويه. واشتغلت في القصر العيني. كان رئيس للبنات. رئيسه البنات. دي وظيفه ما كانتش موجوده. خلقها عبد الوهاب باشا مورو عشان ولاء لامي للوالده والوالد. وبدات رحله كفاح هنا. طبعا. المرحله دي متهيألي شكلت في حضرتك كتير يا استاذ رمزي. كتير طبعا. لو حضرتك حابب تحكي لي عنها ابقى سعيد. لا اللي يعني حصل اكيد هي اللي ربطني يعني. اكيد كان فيها. لا انا اقصد ان كفاح السيده الاسكتلنديه بعد كل هذه الرفاهيه والناني الانجليزيه او الداده الانجليزيه والدكتور محمود بيومي و250,000 جنيه اللي هم من 70 سنه النهارده يعني يوازوا 250 مليون. فجاه السيده دي العداد يرجع زيرو تاني وتكافح من اجل الشبلين. اسمح لي.
شكلت فيك ايه؟ انا كنت شبل، اخويا كان كبر 18 سنه، كان اوريدي في الطب، كان دخل طب. بس هي بقى كانت كل يوم تمشي من البيت في شارع حشمت لغايه الترماي نمره 15 تاخده ويروح على العتبه، ومن العتبه على الاصلين. حصل دروب اقتصادي للعيله ساعتها يا استاذ رمزي حضرتك؟ مفيش خالص. انت حسيته كطفل؟ حسيت لا انا ما حسيتوش. اللي اخويا حسه. اخو حضرتك حسه؟ 18 سنه. بس اكيد لفت نظرك هذه الست الانجليزيه اللي ابتدت. لا وقتها انا ما كنتش دريان بيها. لا يعني عفوا ما اقصدش، انا اقصد الاتيتيود الاسكتلندي اللي عندها من العشق لوالد حضرتك، وانها تكافح وتشتغل. كل اصحابي كانوا يعبدوها بما فيهم يوسف شاهين. يعني يوسف شاهين وجوني عبد الحليم حافظ وعمر وكله. دي كانت ام للفنانين كلهم. لا اصحابي. اقصد يعني الاصدقاء حضرتك. يعني هذه السيده انا حاسس كده من كلام حضرتك يا عم احمد، اسمح لي يا عمي دي عفوا خرجت مني، ولكن حضرتك عمي يعني حبيبي. انا حاسس من كلام حضرتك يا عم احمد ان والده حضرتك يعني نحتت فيك حاجات كده يعني مؤثره. اعتقد ان هي حاجه عامل رئيسي في تشكيل الكيان اللي قاعد قدامي. اكيد وانا اكن لها كل شكر وتقدير. يعني حضرتك كلامك معايا بين الكلمه والكلمه دايما بتذكرها. دايما هي انفولد او بتدخل في كل الحوارات. ربتني انا ابويا مش فاكره تقريبا. وفاتها كانت كسر الظهر يا عم احمد؟ حسيت ان في خرم في ظهري. العدوان الثلاثي الغاشم. اي. ليه لازم نقول العدوان الثلاثي الغاشم؟ هو كده. انا وقعت ولا حد سمع عليا. تيجي معايا الزقازيق؟ قلت له اجي مع اللي خلفوك. عمري ما دفعتهم له يا اخي. ده حضرتك رحت قلبتهم في الشرقيه ومشيت.